غطيناها بالخضرة كلها من فوق. شوف الدجاجة ما عاد تبين هني. ننزل البصل وننزل الخضرة على الدجاج. أهم شيء في التتبيلة الصماق. طبعا احنا بناخذ تقريبا مثل طريقة المسخن لكن بطريقة ثانية، بنزيد عليها صماق نبيها زيادة، بهارات مشكلة. هذا أهم شيء عندنا، وزيت زيتون وشوية ملح، كوبين ماي وكوبين زيت. عندنا بداية الغسيل بننزل أول شيء هذا تحت، نفتحه وهذا نخليها في الزوايا. يعني أنا زايد الماي عليها عشان المروق. الحين عاد ننزل شنو دجاجنا. الأفضل إنك تتبله يوم كامل. الحين عاد بنزين العلوب وننزل عليها باقي التتبيله المرق، اساس انها تشرب من فوق. نزل 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 نزل. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما تبلناها شوف ما شاء الله مرقه، ترسناها مرقه. ابى اسكرها وبعدها بشويها شوي واطلع الدجاج فوق واحمره. الحين تبي تستوي معاي الدجاجه 100% لانها تتغمرها الخضره كلها. اهم شيء في التصدير تسكره 100%. حشيناه تاخذ تقريبا 3 دجاجات وزدنا عليه الماء. والحين نقول بسم الله. بسم الله. ساعة تقريبا يكون جاهز. التصدير شلون انتفخ، يا سلام. شوف شوف شوف. الحين عاد نشقره وبعدين نرفع الدجاج فوق. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين عاد نساقيها في المرق. يا سلام يا سلام يا سلام. بس 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 بس, بس واجد.